سينسحب إذا تخير أو اختار فريق نهضة بركان ارتداء الأزياء اللي فيها خريطة المغرب. تعليقك خالد، وأزمة كبيرة بين البلدين وعقوبات ثقيلة تنتظر اتحاد العاصمة. والله منك تعرف رأيي أنا ما نحبش ندخل فيهم الأمور السياسية ذي بريتو كورة. نحن جينا نحلوا في الكورة، هما خويا اختاروا باش ما يلعبوش على خط الخريطة هذيك أمورهم. ما أنا اللي سمعته اللي قريته اليوم اللي بيصير عليه برشا عقوبات. راهو موسمين ما يشاركش في الكاف، يخلص الخطايا نتاع الفواياج اللي البركان كي مشاو 50,000 دولار. 50,000 دولار معناتها حكيت هذوما تحطم فريق كامل، معناتها معناتها تحطم بلد كامل. ضربة للكرة الجزائرية، ضربة الكرة الجزائرية، ولو انه راه الاتحاد الجزائري هذا نختار راهو هذا خويا ما نحكيو كرويا. خويا نحن نحكي انا ما نحكيش سياسيا، ما ندخلني فيهم المواضيع كرويا باش الفريق راهو اللقب الموسم الفائت ماديا وكل شيء معناتها فهمت. دونك خويا ربي يهدي، ديما نقول ربي يهدي الحكاية هذوما، وان شاء الله خويا ترجع نفوس باهية ما بين بعضهم، وابريتو زوز عرب في بعضهم. صعيب شوية ترجع نفوس. سافولكو واجدي الانسحاب بسبب خريطة والعقوبات المنتظرة، هذه عقوبات ثقيلة، واش تحسب رايك رياضيا يعني؟ هو مشكلة والحاجة اللي هو يداخل السياسي في الرياضي، يعني شأن السياسي في الشأن الرياضي، هذه حاجة أكيدة. شفنا المشكلة نتاع المغرب والجزائر هي مشكلة من قديم الزمان، مشكلة أمور سياسية الحقيقة. خريطة ممكن هما الإخوان الجزائريين اعتبروها أنه معناها استفزاز لهم هما، ومش أكيد مش معناها ومش مش موافقين على الخريطه ذيك وعلى اللي صاير. معناها الحقيقه فما برشا مشاكل من قديم الزمان كما نقولوا. القرارات اكيد جدا ما تنجمش تاخذ قرارات انت رياضيه الا ما تعدى في اعلى مستوى سياسي في البلاد. اكيد انه الاتحاد الجزائري وحتى اعلى سلطه في الجزائر، اعلى سلطه سياسيه الحقيقه كانت متداخله في القرارات هذه. ان شاء الله نقولوا ربي يهدي الناس كل جوج شعوب اخوان، ان شاء الله يا ربي يرجعوا كما قبل وخير من قبل، وترجع العلاقات الحقيقه. خاطر شوف كما قلت انت صعيب لكن الحقيقه صراعات هذه من قديم الزمان. هي بدات من تنظيم الكوب كاس الافريقيا المحليين عندما رفض الجزائر فتح المجال الجوي، بدات الاجواء مشحونه، لكن قرار عادي رواه لو ما تلعبش المقابله، قرار عادي بالنسبه لي ليه مش عادي. انا بالنسبه لهم يقول لك انا قدام دولتي والبلد نتاعي شنو فيها رياضه. فهمت معناها؟ باهي قبل ما نحكيو على النهائي لمحه على العقوبات اللي تنتظر اتحاد العاصمه مع المحامي والمختص في القانون الرياضي صديقنا انيس بن ميم. اهلا وسهلا بك، مرحبا. اهلا وسهلا بك امين، واهلا وسهلا بالكباتن اللي معاك حاضرين. كابتن خالد غفير في التصويره وما نعرفش شكون معاك. واجب وعز واجب وعز كيف تحياتي لي. السليتي مفقود يا ماتر وانا نلوجوا عليه يا انيس السليتي هرب راهو. شوف تلقى وش بحذاك غادي يهرب معناتها ما لي ضرب كثر علينا ما حدا مضيع حلقه. تحل السوشيال ميديا تلقى فيديوهات محمد سليتي وتصريحاته فيما يخص الترجي سان داونز. كل واحد يتحمل مسؤوليه تصريحاته. انيس هكا ولا يظهر لي اسمعني، يظهر لي القرب يعمل عليه ضغط بريسيون. هو ما عادش تطلع له برشا فوق دونك ضيع ولا يروح بالكره ما عادش يكمل يواصل في الريتم نتاعو. يظهر لي هكا. به انيس الازمه تتواصل بين اتحاد العاصمه ونهضه بركان وعقوبات منتظره بعد انسحاب الفريق الجزائري من مباراه الاياب. فكره على العقوبات الحاصلة تو والعقوبات المنتظرة أيضا اللي يقال أنها ثقيلة ستكون. هو بطبيعة الحال تعرف ثم نوعين من العقوبات في مثل الوضعيات هذه. يعني أولا معناتها بصورة أولية حسب الفصل 12 من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اللي الفريق اللي ينسحب من النصف النهائي بطبيعة الحال يتعرض لعقوبة معناتها آلية ب 50,000 دولار. وبطبيعه الحال هذه مع الهزم بطبيعه الحال الجزائي ومعناتها ترشيح الفريق نهضة بركان الى نهائي كاس الاتحاد الافريقي. مع انه من بعد هذا بطبيعه الحال هذا على المستوى الرياضي معناتها زيد الملف يتحال من بعد في لجنه الانضباط يتخذ العقوبات النهائيه ضد الفريق المنسحب، اللي من بين العقوبات اللي
العاده الوضعيات اللي وقت الفريق ينسحب من المسابقه ينجم يتعرض الى خطايا ماليه اخرى، بخلاف انه ممكن يقع معناتها منعه من المشاركه في المسابقتين والتتاليتين من المسابقات الافريقيه لموسمين، معناتها العام الجاي والعام اللي بعده ممكن ما يشاركش. لكن ديما نقولوا انه راهو هذايا ماهوش ديما بصوره آلية يصير. نذكروا في وضعيه الترجي والوداد وقع هزم فريق الوداد، لكن ما تمش معاقبته معناتها عدم المشاركه في المسابقات اللي بعد. دونك يقعد من بعد الحال دراسه الملف كامل بالوثائق وحسب ما باش يقدم به من اوراق ومن مؤيدات بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه. لازم الانضباط تنظر في الملف هذا بالوثائق الكل نتاعو وتاخذ القرارات اللي بعدها بطبيعه الحال على حسب الخطوره نتاع الافعال نتاعهم وحسب الاحداث والمجريات اللي صارت اثناء وقبل وبعد المقابله. به فريق اتحاد العاصمة فرضا أنه تم تسليط عقوبات أخرى عليه من لجنة الانضباط، وقتها ينجم يمشي للتاس هكا ولا ينيس؟ بطبيعة الحال وكما قلنا لجنة الانضباط تصدر العقوبة نتاعها بصورة ابتدائية، يقع استئنافها قدام لجنة الاستئناف للكاف، وبعد بطبيعة الحال له الحق باش يمشي للتاس في الطعن في القرارات اللي بتصدر بعد. لكن حسب خبرتك انت هل عنده فرصه ممكن اتحاد العاصمه لتغيير القرارات اللي هي معروفه الى حد الان لجنه الانضباط شنو نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج. اذا انت احترازك الوحيد على ورود الخريطه في قميص نتاع نهضه بركان اللي كما قلنا قبل راهو ماهوش قميص اول مره يتلبس، معتمد من الكاف. هذه معتمد من الكاف، وكان هذاك تبرير لجنه الاستئناف المره اللي فاتت وقت اللي اقرت بهزيمه فريق اتحاد العاصمه ان القميص هذا ما يحملش دلالات سياسيه حسب قراءتنا، باعتبار الملف معناتها هذايا موجود القميص ومعتمد من قبل الكاف، ونهضه بركان ما خالفتش لوائح الكاف في حتى شيء في اللعب بالقميص هذايا. بطبيعه الحال اذا كان كما قلنا نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج معناتها باش يلقى روح اتحاد العاصمه هو اللي منسحب من المقابله وباش يتحمل التبعات القانونيه للقرار هذا. شكرا لك متر انيس بن ميم على كل التوضيحات فيما يخص العقوبات المنتظره في حق فريق اتحاد العاصمه الجزائري حامل لقب كاس الكاف والذي انسحب ذهابا وايابا ضد فريق نهضة بركان. نهضة بركان سيواجه الزمالك المصري. نهضة بركان ممكن عنده مشكل خالد انه الفريق ما لعبش توا في الفترة الأخيرة عديد المباريات مقارنة بالزمالك. الزمالك فريق تنافسي، فريق جاب ترشحه خارج أراضيه من غانا. فريق الزمالك المصري نهضة بركان من الأقرب للفوز باللقب حسب رأيك؟ لا شو نقول لك، لو انه الحضور التونسي قوي في النهائي. كلامك كله صحيح، مدرب وزوز لاعبين. اي الحقيقه حتى في الشامبيونز ليج معناتها ترجي ومعلول يعني كيف في فينال الكاف حاجه باهيه الكره التونسيه اللي قلته كله صحيح يمين سورتو في النيفو سبورتيف. راهو تبدا فريق موك دو كومبيتيسيون مش قاعد يلعب، راهو معناتها يصير برشا مشاكل خاصة حتى على الاوتوماتيزم حتى على كل شيء فهمت. الزمالك حقيقة البيريود هذايا مازال كي فازوا البارح 3 بلاش خارج الديار، فازوا على الاهلي جماعة اللي فترة طيبة فترة طيبة معناتها يتعدى بفترة. الزمالك كيفاش تعمل 0-0 في الذهاب وتربح 3-0 في الاياب معناها يشوف من بعيد يقول ما غير معقول وجدي كيفاش تفلت في مباراة الذهاب ومن بعد ضيعت برشا في الذهاب ضيعت برشا كورات ضرب برشا كورات. الزمالك لعب ضد فريق ضعيف برشا دريمز الغالي وصل نصف النهائي وجدي يوصلوا برشا كيبات ضعف. وصل نصف النهائي دريمز الغانية ذي في مقابلة الذهاب اللي في القاهرة معناها كان حبت الكرة تاكل 5. اي صحيح ضاعت برشا حتى بعد ما فات المقابلة انا كنت مجموعته اي مجموعته شكون فيها؟ فيها النادي الافريقي فيها ريفرز يونايتد واكاديميكا. شو نقول لك فريق ضعيف الحقيقه، فريق ضعيف. والزمالك كان قادر حتى لو وقت اللي عمل شيء في القاهره احنا كنا متاكدين انه باش يترشح المقابله النهائيه لانه اقوى على جميع المستويات. مقابله نهائي الزمالك المصري نهضة بركان، نهائي عربي على غرار تشامبيونز ليج كيف كاف. هذه حاجه تحسب كره شمال افريقيا لفرق وكره شمال افريقيا الحقيقه. شوف في الشامبيونز ليج زوج فرق عندهم باع وذراع وتقاليد في الشامبيونز ليج الاهلي والترجي، نفس
نفس فرق اخرى عندهم الحقيقه زاد تقاليد في كوب لاكاف، خاصه نهضه بركان زاد الزمالك. دونك باش نلقاو هوني نهائي زاد باهي في الكوب لاكاف. نهضه بركان من يوم 14 اخر مقابله لعبها وانتصر فيها في البطوله ضد اولمبي اسفي في المغرب، هي يوم 14 عنده جزء اسبوعين ولا جوج اسابيع او اكثر ما لعبش. لكن الحقيقه بالنسبه لي انا ما يقلقش برشا، خاطر نهضه بركان كان لعب برشا مقابلات، كل 3 ايام لعب مقابلات. الفريق هذا مع قدوم معين تحسن الحقيقه، شفنا كره باهيه. فما مشكور جدا في المغرب. اي معين الناس الكل بدات توا تقتنع، حتى العباد اللي كانت ضده من الاول تقتنع بالعمل اللي قاعد يقوم به. فريق يعرف يلعب، فما عناصر ممتازه ومعين قاعد يوظف الحقيقه في اللاعبين كيما يلزم. وعندهم خالد العادات نتاع عندهم اليوم معين عنده اكسبيريونس، يعرف ما اسمع معين الحقيقه. في الماتشات الكبيره تلقاه يعرف كيفاش يتصرف ويعرف كيفاش. انا نقول فيو معناتها الجوز فرق، نقول انا اقرب نهضه بركان باش تفوز باللقب. نهضه بركان المغربي تفضل على الزمالك؟ مش نفضل، هو الذهاب وين؟ نحكي لك كرويا معناتها نهضه بركان اقرب باش تفوز على خالد. توا شفنا التعليقات فيما يخص اللايف اللي حكينا فيه على الترجي التونسي. الناس كل تسال على السليتي، ولا بالحق سليتي هرب. سلموا عليه. وينو بالكش مشى لامريكا خويا تمشي نشريو باكو جاتو شويه نور شو طلعوا عليه وين؟ ما تصورش يحلك الباب خاصه سيمبا التنزاني يقيل